تقريبا أمس العصر أو الظهر، وأتمنى أنا والله يعني اللي إلى الآن لا زال لاهي في الدنيا أنه يتأدب مع الله. أنا أتمنى كل من هو مقصر مع الله عز وجل اليوم يبدأ حياة جديدة مع الله. أتمنى أن الفتاة اللي مقصرة مع ربها اليوم تبدأ حياة جديدة مع الله. أنا أمس في تويتر أبشر الأخوان في تغريدة وأقول لهم إحدى الأخوات تائبة إلى الله. هذه الأخت يا أخوان أرسلت علي رسالة أمس تقول: يا أبو سعود أنقذني. تقول: أنا في غفلة، قلبي ما يتحمل المعاصي. تقول: لبسي عاري، أسمع الأغاني، تقول: كل معصية تخطر على بالكم سويتها. الشاهد يا أخوان، قالت: وش الحل؟ قلت لها: أنا بعطيك رقم واحدة من الأخوات الداعيات في رسالة، وإن شاء الله تساعدك على طريق الخير. أرسلت عليها رقم واحدة من الأخوات الداعيات وكلمتها ليلة البارح يا أخوان. تبشرني الداعية تقول: هذه الفتاة ليلة البارحة تقول والله ما نامت، ليلها كل قيام لليل وتوبة ورجوع إلى الله عز وجل. أرسلت علي هذه الفتاة تقول: يعلم الله أني أشعر براحة ما مرت علي في حياتي. هذا آخر ما صار معي ومع هذه الفتاة. صلاة المغرب وأنا جاي للقناة يا أخوان تتصل علي أختنا الداعية ثم تقول: يا أبو سعود فلانة اللي البارح توفى الله عز وجل بعد صلاة المغرب. تقول البارح تكلمها تقول لها: ما أعرف كيف أصلي. تقول علمتها كيف تصلي. تقول: ما عمري قريت القرآن في حياتي. تقول: أهلي غافلين عني، وفروا لي كل أمور الحياة، كل أمور الترف تقول وفروها لي، لكن ما عمرهم سألوا عني عن صلاتي ولا عبادتي ولا طاعتي. تقول الداعية يا أخوان أرسلت لها البارح رابط حملت فيه القرآن الكريم في جوالها. تقول عاد هذه أختنا في رسالة أرسلتها عليها تقول لها: أحس أني مرتاحة في خاطري أشياء ودي أقولها ما عمر أحد سمعها مني. تقول: سافرت بلاد وبلاد، في حياتي ما شفت منظر زي اللي شفته وأنا نايمة. تقول أختنا هذه تقول للداعية تقول: شفت في المنام حديقة، تقول شفت حديقة وشفت فيها غرف فيها من الجمال ما يعلم به إلا الله.
تقول الداعية والله ما نامت حتى حلفت عليها أنها تنام. عاد تقول لها آخر رسالة أرسلتها لها قبل صلاة المغرب اليوم. اسمعوا آخر رسالة يا أخوان، اسمعون الأخوات اللي إلى الآن مقصرة في عبايتها ومقصرة في دينها وفي حشمتها وفي عفافها. آخر رسالة أرسلتها أختنا هذه قبل صلاة المغرب يا أخوان، تقول الحمد لله غيرت عباتي وصرت محترمة. ياه وين كنت عن عزة النفس. هذه آخر رسالة ذكرتها قبل صلاة المغرب. عاد الأخت الداعية قبل قليل أرسلت رسالة يا أخوان عن طريق عمتها. عمتها تقول ذهبنا إلى المستشفى تقول إنها تقول ما في جوالها رقم إلا جوال الأخت الداعية، ورقم جوالي أنا، وتقول هذول أهلي بس. تقول الداعية عمتها قبل قليل تقول لها دخلت غرفتها ولقيت ملابسها مقطعة، وتقول في المستشفى تقول يوم ودوها كان معها كيس وأغراض في شنطتها ما فيه إلا مصحف وغطاء كامل للجسم للصلاة وسواك، هذا آخر ما وجدوه معها. تقول البارح يا إخوان، تقول عمتها عبايتها ما هو اللي خرجت بها، تقول كانت متغطية بالكامل. عمتها يا إخوان لما ذهبت المستشفى يرونها تقول والله ثم والله أن وجهها كفلقة القمر. تقول غدا سيصلون عليها صلاة الظهر. أسألكم بالله يا أخوان، هل كانت تعرف أنها ستموت؟ الله عز وجل أنقذ حياتها في ليلة واحدة، في ليلة واحدة غيرت حياتها وغيرت مجرى حياتها، وتابت ورجعت إلى الله عز وجل. نحن نحسن الظن ونحسن أن الله عز وجل لا يضيع من تاب ورجع إليه، وأن الله يقبل توبة العبد، وأن الله عز وجل يفرح. هذه الفتاة أحباب الكرام، وهي والله رسالة لي أنا أولا، لا نغفل عن الموت. نلهو ونذهب ونأتي والواحد منا كأنه لن يموت، كأننا سنخلد. نسمع الناس يتكلمون عن الموت ولا نتهم، نسمع المشايخ يقولون الموت ولا نعتبر. اليوم في الرياض رسالة تأتيني الجنائز في الرياض أكثر من 27 جنازة، وأنا أظل الرسالة والناظر للرسالة كأنها أي رسالة تأتينا. والله عز وجل كل يوم يعطي الواحد منا درس، يعطي الواحد منا درس، الفتاة والرجل والشاب والصغير والكبير. الله عز وجل قاعد يعطينا دروس في الحياة لعلنا نتوب ونستغفر ونرجع إلى الله عز وجل. الآن أحبابي الكرام الموت تخطانا وذهب إليها، ما ندري والله متى سيتخطى الموت غيرنا ثم سيأتي إلينا. لذلك هذه رسالة، هذه رسالة، اللهم بلغت اللهم فاشهد. كل من يسمعني في هذه الساعة، الرجال والنساء الصغار والكبار، الله الله يا أخوان لا نغفل عن الموت، نتوب ونرجع إلى الله عز وجل. هذه الفتاة يا أخوان في ليلة واحدة، في ليلة واحدة تقول والله ما عمري
مر عليه سعادة ولا ارتحت مثلها اليوم، تقضي ليلها كلها قيام لليل وتوبة ورجوع إلى الله عز وجل. وش السبب يا أخوان؟ وجدت لذة، ونحسبها أنها صدقت مع الله عز وجل. من صدق مع الله صدق الله معه. لذلك يا أخوان كل واحد منا يجدد التوبة مع الله. كثير منا يغتر بمظهره وأني مستقيم وأني ملتزم أمام الناس وندعو ونذكر الناس بالله، لكن أحوالنا تشكى إلى الله. كلنا نحتاج التوبة والرجوع إلى الله، كلنا نحتاج أن نجدد الحياة مع الله. هذه رسالة، وكل من سمعها يا إما أن تكون حجة لك أو حجة عليك. البارح تصلي وتقوم بين يدي الله بعد أن فتح الله عز وجل على قلبها، وغدا أحباب الكرام سيصلى عليها صلاة الظهر. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط داع نعشه ذاك يركبه. لذلك أحباب الكرام الله عز وجل يقول كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. رأت في رؤيا البارح أنها ترى حديقة وترى غرف. أسأل الله أن تكون مسكنها، أسأل الله أن يكون دارها، وأسأل الله عز وجل أن تكون من أهل الجنة، وأن نكون وإياكم ممن يتوبون إلى الله عز وجل. أختم وأعتذر لشيخنا، أختم برسالة إلى الآباء والأمهات. الله الله في أبنائكم، الله الله في بناتكم. هذه تقول أهلي يعطوني الدنيا كلها، يعطوني بس فلوس، فقط فلوس. تقول والله ما يسألون عن عبايتي، ولا يسألون عن حشمتي، ولا يسألون عن عفافي، ولا يسألون عن غطاء اللي ألبسه، ولا يسألون عن أي شيء. فقط كل ما أريد مال يعطوني مال فقط. كل الدول تقول ذهبت إليها، ما في ولا دولة إلا ذهبت إليها. تقول ولكن والله ثم والله ما وجدت سعادة إلا ليلة البارحة يوم أن وقفت بين يدي الله. لذلك أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم توبة صادقة قبل الممات.